يا اخويا مقضيها طول النهار على القهوه. الريحه دي يا جدعان انا هموت. كل حماتك بتحبك. ماما عملت حبيبي شويه انت داخل زي الطول تاكل في الاكل انفخ فيه سخن. يلا يا بنت، يلا يا بنت الجوهيه، يلا خلصوا عشان عندكم جامعه بكره. خشوا ناموا. جامعة يعني انت يا حلوة، في كلام كبار هيتقال هنا ما يصحش تسمعيه. لا يا اختي واشغالك يا سنيوره، يلا وريني عرض كتافك. خلصانه بالشياكه يا نعيمه، يلا عشان شكلنا بنتطرق بالذوق. يلا يخسب الذوق ما يخلص. مسا مسا يا ابن خالي، اسيبك مع ست الحلوين. يا نعيمه الكلام. خايفه الكلام يقف في زورك يا ابن بدريه. وايه لازمتها بدريه دلوقتي؟ بص يا ابن الناس، اللي تعرف تلف المحشي ده لا بتمل ولا بتزهق، وما ينفعش يتلف ويدار عليها. يعني تنجز تقول لي ايه حكايتك، إيه اللي رجعك، ايه موضوع البرشام. هم لا هيقولوا لك؟ طب هو معاكي؟ لا يا قلب عمتك، طوحته في المصرف. طوحتيه؟ انت اتجننتي؟ ولا اتعدل، هي هتهب عليك ولا ايه؟ انا مش بتاعت مدمنين، مش عارفه لك اذا كنت برشامجي ولا شمام. انا كفرت من قله الرزق هناك يا نعيمه. الهباب اللي انت رميتيه ده انا مبطله. يعني انت شايفاني يعني بضرب ولا تحت عيني سود؟ طب ما انا نضيف قدامك اهو. وما دام نضيف جبته معاك ليه؟ عشان اللي انت رميتيه ده ب 10,000 جنيه يا نعيمه. يعني كنت استنفعت بيه بدل ما يروحوا في المجاري. لو عايز تقعد هنا لازم تصون العيش والملح، احنا بناكلها بالحلال. طب جربيني لو لشهر، ورحمة اخوكي ما هتندمي. احلف، حط ايدك على المصحف واحلف انك هتصون العيش والملح وهتبطل حرام. وعهد الله لو صون سترك عليا في البيت ده، اصون العيش والملح وابطل الحرام. هتعمل ايه؟ اكيد هشتغل، يعني مش هقعد زي الولاية. هتفرج يا نعيمة، بس انت قولي يا رب. وانا بقول غيرها. ولا انت متودي؟ انا مش قادره اصدق. انا عارفه ان مخها صغير وعلى قدها، بس كنتش متخيله انها توصل معاها للدرجه دي. معلش يا دينا حبيبتي، عشان خاطري ايه دي؟ اختك دي عيله بجد، عيله. هي عارفه ومتاكده ان حاجه زي دي هتضايقني وهرفضها. ده انا لسه من يومين بقول ان انا في الجامعه بشتغل في برامج ضد عماله الاطفال. تروح تتفق تدفع فلوس وتجيب بنات هنا بس عشان تضايقني؟ وفي كده؟ هو انت مش كده كنت عايزه تجيبي حد عشان يساعد ياسمين؟ على فكره دي مش اول مره نجيب عيله صغيره تشتغل في البيت. امي الله يرحمها كانت بتجيب بنات صغيرين بتعلمهم وتربيهم على ايدها، وبتقول انهم احسن من الكبار. يا سلام، يعني انا هجيب طفله صغيره تشتغل عندنا في البيت؟ انت بتهرج؟ انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ حبيبتي انا لا بقول ولا مصدقه، وانت عارفه كويس جدا ان هم حاجه وانا حاجه تانية خالص. بس هعمل ايه؟ هم اهلي كده. اهلي كده، اهلي كده. كفايه بقى، انا مش قادره اسمع الكلمه دي تاني. ما انت قلت لي قبل ما نتجوز ونيجي هنا ان انا وانت ملناش دعوه بحد. طب اعمل ايه يا دينا؟ هي مش قالت لك هديه؟ هديه مرفوضه. يا اسمك ايه؟ تعالي. ايوه يا بدايه. تعالي بسرعه، تعالي معايا يلا. اللبن يا مدام. ميرسي يا حبيبتي. عندك اخوات تانية غير انتصار؟ عندي اخين بس اكبر مني. ما عندكيش اخوات بنات غيرها؟ لا يا مدام. يا حرام. وساره، اصل ست جديده شكلها هتمشي انتصار، مش عاوزاها. تمشيها ليه؟ هي انتصار عملت حاجه؟ اسمعي، انا عاوزاكي لو ست جديده قالت انتصار تمشي تمسكي في ديلها وتقعدي تتحايلي عليها، ما تتكسفيش. ست جديده ست طيبه قوي وقلبها رهيف، لو اتحايلتي عليها هتقعد انتصار. اجري افتحي الباب. ليه يا سلوى؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه مصممه انك تعديني وتحطيني في دماغك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سلوى والله انا ماليش في الشغل ده، كده النسوان بتاعك ده انا ما بعرفش العبه اصلا. انت متضايقه مني من ساعه ما دخلت البيت مش كده؟
مع اني ما بقاليش غير كام شهر عشان تحطيني في دماغي. ده انا مش بعاملك غير بكل ذوق واحترام. ليه بتحاولي بكل طريقه انك انت تضايقيني؟ عشان قلت لك ان انا ضد عماله الاطفال تروحي تعملي كده ليه؟ انا بجد مش فاهمه انت مشكلتك ايه. انت مش هتصلحي الكون يا ماما، واحنا ولا اول ولا اخر ناس هتشغل عيال صغيره في بيوتها. انا ماليش دعوه بحد ومش هصلح الكون، بس انا بقى حره في بيتي. سلوى من فضلك ممكن بقى تسيبيني في حالي؟ براحتك يا حبيبتي. يبقى تكلمي ابو البنات دي يجي ياخدهم من هنا. لا لحد هنا وتقفي. انا بقى حره في بيتي وانا هخلي رضا. لو انت عايزه تمشي انتصار براحتك امشيها لك. لا والنبي عشان خاطر ست زينة ابوس ايديكي بلاش تمشي انتصار. ايه ده؟ في ايه بس دلوقتي؟ انا عاوزه ابقى مع اختي، احنا كده ولا كده هنشتغل في البيوت، ابونا مش هيرضى يرجعنا البيت، والحاج سعيد كده ولا كده هيشغلنا. لو مشيت انتصار هتروح تشتغل في بيت تاني وهنبقى بعاد عن بعض. عشان خاطر النبي يا ست زينة احنا عمرنا ما كنا بعاد عن بعض في البلد ومش عايزين نبعد هنا. خليها واحنا والله ما هنزعلك وانا هعمل لك كل اللي انت تعوزيه. تعرفيش تعيشي غير في الاجواء دي؟ لازم تولعي الدنيا. خد البنت وروح يا خالد، وعقل مراتك وخليها تبقى واحده مننا، خليها تعيش زينا وبلاش تترسم علينا قوي كده. طب ما تسيبيها في حالها، جربي كده ما تنكشيهاش وهي لا هتترسم عليكي ولا هتقرب لك. هجرب، بس انت كمان جرب ما تبقاش طري قوي كده معاها. خد البنت. مفيش فايده. ونعم بالله. والله يا حاج فتحي كان راجل طيب وجدع، وكان بيساعد الناس ويصبر عليهم. ربنا يقدرك وتكمل بره على الناس. عمل حاجات في حياته كتير مش كده؟ طبعا، بس لازم تعرف يا حاج ان انت الثواب اللي بتعمله بيوصلك قبل ما بيوصله. انا بالنسبه لي كفايه كده. ايه؟ الحاج فتحي كان بيسلف الناس وبيشغلهم في حاجات انا ما بفهمهاش. تمام قوي كده. عم الشيخ ثانيه واحده. يا رجاله انا شاكر وجودكم وتعزيتكم وسعيكم مشكور، وكل الرصه اللي بتتقال في المناسبات دي. انتوا ولاد بلد وفاهمين في الواجب وفي الاصول، وعلى قد مشاعركم ما حقيقيه وصادقه على قد ما انتوا حاسين بالذنب عشان ما سددوش الدين بتاع الحج قبل ربنا ما يفتكروا. انا معايا كل الوصولات اللي عليها امضاءاتكم، وده الحاج كان ساكت على سدادها. كل واحد ليه وصل يجي ياخده، بس وهو جاي يجيب معاه المبلغ اللي الحاج اداهوله، وبسرعه عشان انا مش هستنى كتير. طبعا الفلوس قبل ما انا معايا 5 عيال وما عنديش فلوس اجيب منين؟ مش كلام ايه يا حاج برضه. كمل يا عم الشيخ كمل. سعيكم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي ما أنا عارفة أقول لك إيه في الظرف الوحش ده. شد حيلك، البقية في حياتك. الدوام لله. أهل الحارة قالوا لي إنك أنت جاي هتقعد معانا هنا، فقلت واجب برضو أجي أعزي. وحياة النبي ما دقت طعم النوم من يوم المصيبة دي ما حصل. قلبي بيتحسر. كمان ولاد الحرام طلعوا إن أنا اتخانقت مع الحاج فتحي، وحق جلال الله ما حصل. لو سألت أي حد في الحتة هيقول لك إنه ما حصلش، والمصحف الشريف ده الحاج فتحي ده كان راجل أمير. مؤمنة فلوس الإيصالات بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقي في الاسم.